أنا بصراحة أستاذ علي أحب قصيدة النهر، اقراها لك والله. وقريتها هي وسالفتها. اي صار سولت لي سالفتها اي وتحكي لي اياها. هم اقراها. ايوه اقراها لك هسه. اي والله هسه اقرا لي اياها. هي المشكله هاي الحادثه صارت عام 2007. نعم. الحادثه مسافه يعني عنا. يعني انا ما شفت مره عانت من الحرمان مثل هاي المره نهائي ماكو. والله في يوم من الايام اجتنا هي وابنها، فكانت عندنا عقيقه ذابحينها وطيناها لحم. ابنها شاف اللحم قال هذا ينوكل. الله اكبر. يعني حرمان، فقر، ضيم، مشكله يعني شايف المشكله. الله اكبر. فكانت هي يعني مره يعني يستاجرونها تسوي حواش طين او تجيب حطب تلم حطب للوادين مقابل ثمن. حافي ما عندها يعني كلش ما عندها. طيناها 10,000 مره قال شو يجيبن. الله. فقر ما إله حد يعني. والله انا من بعد وفاتها طبيت لغرفتها، لقيت بغرفتها حصير وربع شيء سطحي وقوري واستكانين، غيرها كل شيء ماكو بهالغرفه. الله اكبر. غرفه طين والعمود هذا اللي بالنص لازم بقيه الاعمده على لا توقع. يقول كانت تلك الامراه عانت ما لم تعانيه امراه عراقيه من قبل، تكالبت عليها جيوش العسر والحرمان، لا تملك على وجه الارض سوى غرفه من الطين كان سقفها الشرف والعفه. وفي ذات يوم من الايام كانت هذه الامراه ماجوره بحصاد يدوي بثمن بخس اي 2000 دينار عراقي. وكانوا ابناؤها بقربها، وليد الذي له من 9 من عمره والطفله زينب التي لها من 5 من عمرها جالسين بقربها وهي تعمل بمنجلها العتيق. فذهب وليد إلى ذلك النهر كي يرتوي، إلا أنه سقط وغرق، ورمت بمنجلها بكل ما تحمل من شجن الأمومة مهرولة إليه، إلا أن النهر ابتلعهما الاثنان معا. وبقيت الطفلة زينب لمدة 4 ساعات واقفة على ذلك النهر، في يدها اليمنى منجل أمها وفي يدها اليسرى حذاء أخيها وليد، وهي تنتظر وتتكلم وتقول يا شريع الطين أخوي، يا شريع الطين أخوي، أنا يتمن الدهر. الأخت زينب لا يجاور لنهر، الأخت زينب لا يجاور لنهر، يا شريع بداعة الضلع الشريع الطين راي، هذا يما اللي قتلكم شو اسمه ماي. الله. اثنينكم رحت سوا، انا زعلانه فلا حاتش الهوى، ماكو غيرك شغرق بهذا البلاد، يما بالملجل اشم ريحه جهاد. امه كانت ليل ويغطي البرد، امه كانت بالطبق تزرع ورد، وانا اتنطر بقيت علي الجروف وشيله امه بروش قامت تبتعد. يما سالني السؤال، الغرفه ما بيها مخده ودينش 2400 ياهل يسد. الله الله. طلع ديج. يما سالني السؤال، الغرفه ما بيها مخده ودينش 2400 ياهل يسد. طلع ديج المال كان الضواي، ليش ما غزر وضوء امي ماي؟ وكل من يدور له فرصه، الماي هم حصل له فرصه، واحنا يات النور جملنا وهبت من قلبه قرصه. وانا راح ادعي عليك يبس جروفك مثل ريجل يبس، انت ما ادري شلونك انت تفرهد باخر نفس. ودورت حتى خيالي وقمت اشك بالشط غرق، يما هذا الماي بيكم ما شرق. وقمت اشوف القاع بيض وعرفت لان شوف الشيب حتى سالفة سمل طاحت بديه. احنا من طين انخلقنا واعتقد طين الخطيه، طين الخطيه. وكنت اسالك وين باب الله يا يمه، هوايه اسمع نمشي ليه. يما شي يوزع هدايا وينطل الفقره بديه، يما ضوجك راح ضوجك يدرغ بشحنه الصبح باكر نجيه. ذنك انت انا اللي سالنش عليهن، حتى ذنت يتمن زحمن حكيهن. وانا كن حكايتي مأيس بقيت. يا شريعة الطين اخوي القال من اكبر اعيشك وابن بيت، وصوت جاوبني وعرفته روحي يا بنيتي وتمشي. الناس ماتت من زمان وانت متي، انت متي. وصدفة للنمرية يمي حرورة الفقرة بحضنها، هموم واثار وسبي لك من متنها. عندنا موكب
قوم صعدي وهذا موكب للخطايا. أنا زينب وانت زينب والنهر ضد السبايا. يا شريعة يا شريعة يا شريعة وداعت الله نطلبك هموم ومسافات وعضايا. استاذ ليش؟ فدوى دموعك فدوى دموعك الله يسلمك فدوى دموعك.